السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد في قناتي قناتكم يوميات إلياس وغيتا. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم مسمن مقرمش كيف ما سمعتوه في البدايه ديال الفيديو بطريقه زوينه وسجلوها ان شاء الله على رمضان. قبل ما نبدا نذكركم باللايك وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه مع الوصفه اللي كتعطيكم هذه النتيجه اللي هي اكثر من رائعه. هنا بالنسبه ليا درت هنا شويه ديال الزيت، درت معها بصيله هكا شلطتها، يعني القياس ديالها يكون متوسط. غندير معاه هنا 2 معالق صغار ديال الكمون ولا معلقه صغيره ديال الكمون، حقاش دوك المعالق الصغيورين هما اللي انا ندير بهم العطريه. معلقه صغيره ديال الكمون، يعني نص معلقه ديال البزار تحميره. غير كثروا العطريه ما تخافوش منها على وديت، حقاش حتى الفيرميسيل كيشرب ديك العطريه. صافي هنا غادي نضيفوا الملحه ديالتنا، هادو هما المقادير. وغنزيد معاهم نسيت، وغنزيد معاهم الخرقوم وشويه ديال القزبر ومعدنوس. وغادي نديرها دابا تشحر فوق من البوطه ان شاء الله. بالنسبه يعني الحشوه من الاحسن نديروها قبل ونخليوها تبرد باش ملي نبغيو نخدموا بها ما تقطعش لينا العجينه. هنا فاش بديت كنشحرها ضفت لها واحد شويه ديال الماء صافي وخليتها كتشحر. بالنسبه للعجينه انا غنقول لكم هنايا عندي هنايا 500 غرام ديال الفورص مع مليحه. صافي هذه هي العجينه اللي انايا كنعجنها تقريبا، ماشي 500 غرام عفوا، عندي 400 غرام، يعني نص كيلو ما كاملش. صافي غادي نعجنها وغادي ندلكها هنايا. بالنسبه لهاد العجينه هذه كتجي رائعه 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 لواحد الدرجه ما تصوروهاش. هذه باش تصدق لكم مزيان عجنوها وخليوها واحد ساعه ساعتين لما كان عجنوها في الليل، راها كتجي فنه 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 بزاف هاد العجينه هذه. وكتجي هكا في المسمن ولا في المحينشات كتجي زوينه، وتا دوك المقرمش اللي كيجي على شكل سنطير حتى هي كتجي فيه زوينه هاد العجينه هذه. المهم ان شاء الله دابا نشارك معكم بها وصفات. هنا من بعد ما نزلات ديك البصله غادي نضيف عليها هنا الكفته ديال الدجاج ولا عفوا ديال لا داند ولا ديال الدجاج ولا الكفته، يعني اللي متوفره عندكم غادي نديروها. انا بالنسبه لي هنا درت 20 درهم ديال الكفته ديال لا داند، يعني القياس اللي انايا كافيني والله يجعل البركه. هنا بالنسبه الفيغميسيل من بعد ما يعني تلقات درتها في الماء طيب صافي صفيتها وقطعتها وغادي نحطها هنا على جنب. انا ديجا هذه كانت عندي في الثلاجه، يعني جبتها نيت هي اللي انا استعملتها. هنا بالنسبه للكفته ما توقفوش من التحراك ديالها، كيف ما كتعرفوا ان الكفته ديال لادانت في ساعه كتجمع وكتكور، الا ما بقيناش كنحركوا فيها ما غاداش تفرتت بحال هكا. شوفوها خاصها تجي بحال هكا. ويا سلام على الريحه ديال هاد لادانت فاش كيتشحر وكنعمروا به كيجي زوين زوين. صافي هنا غناخذ صافي ضفنا على الفيرميسيل وغادي نخلطوها كيف ما قلت لكم من قبل. من الاحسن الحشوه انكم تخليوها تتبرد عاد باش ديروها في اي يعني في اي عماره، من الاحسن باش ما كتقطعش لكم الخليط. هنا شوفوا حاولوا تبقاو تميلونجيوها مزيان باش ما تعزلش لكم غير الفيرميسيل بوحدها وتبقى لكم يعني الكفته والبصله هكايا لتحت. حاولوا انكم تخلطوها مزيان 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 باش ملي تبغيو تعمروا بها هكا المسمن ديالكم ولا اي حشوه ديالكم كتجيكم من الفيرميسيل شويه ومن العماره ديالتكم حتى هي اللي فيها تكون فيها الكفته ولا على حسب شنو كاين كيكون حتى هي منها. هنا بالنسبه للتوراق غنستعمل الزبده المارغرين، غادي نديرها هنايا الذوب. هنا هي العجينه ديالتي، شوفوا تبارك الله ما شاء الله من بعد ما ارتاحت، ولكن هي من الاحسن قد ما كتخليوها ترتاح قد ما كتكون يعني كتعطيكم الطوع اكثر. صافي هنا غادي نطلقها، غير هي ما تكثروش الزيت في مثلا في البلاصه اللي كتقرصوا فيها، يعني غير غير شويه ديال الزيت وبقاو طلقوه، حقاش الا كثرتوا الزيت نتوما كتقرصوا وكتعرفوا الفرص كيبدا يرجع لكم يتجمع، فهمتوني؟ يعني شويه ديال الزيت وانتوما كتقرصوا فيها. الشيء الا خليتوها ارتاحت راه كاع ما كتثقب، الا ارتاحت العجينه ديالنا كاع ما كتثقب نهائيا. ولكن انا بالنسبه لي يعني مع كنت مزروبه خليتها تقريبا غير واحد تقريبا تكونش 15 دقيقه اللي خليتها، ماشي بزاف. المهم نصيحه مني يعني عجنوها وخليوها نساوها. صافي هنا غندير عليها ديك الزبده من بعد ما دابت وغادي نجمعها على شكل مسمنه كيف ما كنديروا المسمنه صغيره عاديه. غنجمعوا ديال هاد المسمنه هذه بالنسبه ان شاء الله غتلقاو في الوصف
مسمن نيت مقرمش على شكل مثلث، غادي تلقاوه حتى هويا كيجي خطير وزوين زوين. غتلقاو كلشي ان شاء الله في الوصف. بالنسبه للوصف، الناس اللي ما عارفينش الوصف غتلقى فين كاين العنوان، غادي تضغطوا عليه، غادي تلقاو الفيديوهات كاملين لتحت، ولا كيبقاو يدوزوا هنايا الفوق، غادي تبركوا عليه ما يدخلكم اوتوماتيكمون الفيديو. صافي هنايا من بعد ما جمعت يعني المسمنه ديالنا، صافي غادي نبدا نقرصها. كيف ما كتعرفوا ان الزبده ديال المارغرين في ساعه كتجمد، في ساعه كتجمع، ماشي بحال الزبده العاديه. صافي هنا غادي نبدا نحاول يعني نقرصها. هنا راه كنسرب الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل وممل. شو كنحاول نوريكم الزبده دابا مع الحال بارد خلاص، يعني راها في ساعه كتجمد. ملي وصلتوا مع اختكم لهنايا ما تنساوهاش من اللايك والبارطاج والاشتراك بالنسبه للناس اللي اول مره كيزوروا القناه، وفعلوا زر الجرس باش يبقى ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد. هنا من بعد ما يعني تقرصات غادي نقسمها على هذا الشكل هذا. جاوني 4 ديال يعني هكا، جاوني 4 وكل وحده غنقسمها على جوج. بالنسبه لهذا المسمن هذا غادي نديرو بهذه الطريقه هذه على شكل ديال الملوي، غادي تجيني داير وكيجي مورق وفن. شوفوا معايا الطريقه ديالته راها رائعه، وسجلوه لرمضان ان شاء الله باذن الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. انا دائما كنقولها لكم، كنشارك معكم يوم من يومياتي اللي انا كنوجدهم، ما كنبغيش نبخل عليكم. بالنسبه لاي حاجه كنشاركها معكم تاكدوا وكونوا يعني يعني متاكدين انني اي حاجه حتى كتصدق ليا باش كنشاركها معكم. اما شي حاجه ما صادقاش ليا ما يمكنش ليا انني غنقول لكم هذه راه جات زوينه وهي ما جاتش زوينه. الا شاركت معكم شي حاجه ما صدقاتش راه كنقولها لكم، كنقول لكم خوتي خواتاتي راه انا هذه الحاجه شاركتها معكم وما صدقاتش، ولكن راه انا شاركتها معكم. كيف ما كنقول لكم ما نشاركش الحاجه الزوينه حتى الحاجه اللي ما كتصدقش كنشاركها، يعني باش من باش يعني نكون صادقه معكم في اي فيديو. بالنسبه لهذا المسمن هذا راه صدق وجا واعر وخطير 100%. بالنسبه لي انا هذا عندي معتمد، وعندي الطريقه العجينه هي عندي معتمده. شتو كي كيجي كتجي المليويه ديال العجين. هاد العجينه هذه كتجي فنه الفران ورائعه، وبهاد الحشوه هذه كتجي حتى هي اكثر من رائعه. بالنسبه للحشوه لكم نتوما الاختيار، انا شاركت معكم وانتم بغيتوا ديروا في بلاصه، بغيتوا ديروا غير بالخضره، بغيتوا ديروهم بالكفته ديال يعني اللحم ولا الدجاج، بغيتوا ديروهم بالطون، بغيتوا ديروهم بالكاشير. المهم لكم نتوما الاختيار. المهم الطريقه انا شاركت معكم، وتبعوا الخطوات كيف ما كنقول لكم مقادير والطريقه كيكونوا السبب ديال نجاح اي وصفه. يعني في داركم كتصايبوها، راه الا خسرتوا يعني زدتوا ولا نقصتوا ما كتخليوش الوصفه تجيكم كيف ما هي. شوفوا هنا ما شاء الله كيفاش جاو رائعين. يعني بالنسبه لي جاوني هنايا 2 4 6 8 الحبات جاوني، الله يجعل البركه. صافي هنا غناخذ هاد الطاوه هذه، ديجا كان عندي هاد ورق المطبخ كنت ديجا مستعملاه، ما غاديش نرميوه. صافي هو فاش حطيت هاد المسمنات ديالنا، صافي الفران هنايا عاد شعلته، غادي ندخل ليه هاد المسمنات من بعد ما غادي ندهنهم بالبيض. خديت هنا بيضه كامله طربتها وغندهن بها هاد المسمنات ديالنا هنايا. صافي وغادي نضيف عليهم من بعد البافو وزيتونه. وانتم يعني لكم الاختيار، بغيتوا تخليهم هكا عاديين، بغيتوا تضيفوا عليهم فليفلات الوان صفراء وحمراء وخضراء وتحطهم كل وحده تحطوا فيها حمراء، وحده تحطوا فيها خضراء، وحده تحطوا فيها يعني صفراء على حساب. بغيتوا ديروا الزيتون، بغيتوا ديروا غير فلفله خضراء، بغيتوا ديروا لهم غير زنجلان، المهم اللي نتوما متوفر عندكم. انا شاركت معكم هادشي اللي انايا درت معاهم. عندي البافو درته، ومن بعد غادي نضيف عليهم الزيتون. وهنايا ان شاء الله غادي ندخلهم الفران يتحمروا من التحت، ومن بعد غادي نشعل عليهم من الفوق ان شاء الله ويطيبوا، وغادي ان شاء الله نعاود نرجع معكم. وهنا ما شاء الله المسمن ديالنا من بعد ما وجد ما نقولش لكم عليه، راه جا مسمن خطير وزوين بطبيعه الحال. كنتمنىكم انكم تجربوه وما غاديش تندموا عليه بهذه الطريقه هذه. وسمعوا معايا هنا التقرميشه، يا سلام. مسمن الفران ديالنا اللي شاركته معكم هو هذا. سجلوا الطريقه
والمقادير، وسجلوا إن شاء الله لرمضان، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. نتمنىكم ما تبخلوش عليه باللايك وبالبارطاج باش تعمل فائدة على الجميع. والناس اللي أول مرة كتزوروا القناة نقول لكم مرحبا بدار داركم. ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يبقى دائما يوصلكم إن شاء الله الجديد كيف ما ديما وكيف ما العادة. ما كنسخاش بكم، نتلاقاو إن شاء الله في فيديو قادم بإذن الله في قناتي وقناتكم يوميات إلياس وغيتا.